لو مختزل بشخص كان ابو علي طالما ناس من المعارضه ما رجعوا. ابو صالح وسامي ايضا فتح موضوع ملف الخطاب، مع ان احنا كان ودنا يعني ندخل في ملف الدعوه، بس بالفعل في اسماء معينه ما عادت الخطاب. والله الدعوه اهم من الخطاب اللي قاله مسلم البراك باختصار، لاني بالفعل بدخل بالدعوه. لا انا اسمع ابو فهد. والله هو الخطاب انا من وجهه نظري انه خطاب مجرم وجرمته المحكمه يعني 66 واحد. فيفترض ان لا يكرر، لان تكرار الجريمه عن علم وقصد ترى عقوبته اشد من عقوبه من قال الخطاب. ابو علي انا سؤالي مكرر يعني عقوبته اشد من ترى باختلاف لا اسمح لي انا قصدي القصد لا فعل مجرم، لانه قاعد يتحدى المحكمه في راي قانوني. انا ما اتكلم عن تقول هذه جريمه، انا بكرر الموضوع هذا. ماكو باع صحيح. انا ما كنت اقصد هالكلام، انا قلت ان في ناس تعمدوا يعيدون خطاب مسلم، هذا اختزال كتعاطف معه، لكن ما اعادوا الخطاب اللي قاله 3 نواب سابقين ايضا اتهموا بنفس التهم. ليش ما اعادوا خطابهم وهم في نفس الجرم؟ يعني اختزال هذا اختزال ولا مو اختزال؟ اختزال للمعارضه في شخص معين، شخص واحد. يعني هذه رايك وغد يكون في اشخاص معينه. احنا ما قد يكون مؤمن بما يقول مسلم يا اخي مثلا نفس التهم. اكيد انه مؤمن. قد يكون مؤمن بما يقول النائب مسلم البراك له قناعاته. ليش وصفت مسلم البراك له قناعاته، واحنا ما نختلف معاه في امور كثيره، وان رجل ينشد الاصلاح. ولكن وانا تعقيبا هذا على استاذ خالد، ان حتى لو كنت على حق وهذا الكلام هم لقناعه مسلم وتنشد الاصلاح، لو كنت تنشد الاصلاح وتطالب بحق معين، لا يجوز ان تسترد هذا الحق بطريقه غير مشروعه. اذا كانت انت عندك قناعه معينه، عندك هدف معين، تعتقد بأن هذا الفكر هو إصلاح أو هذا الموضوع هو إصلاح، لا يجوز أن تطرح هذا الفكر بطريقة غير مشروعة. يعني مثلا ما يجوز أني أنا أقول والله أنا بصلح المجتمع أو بفسد بصلح المجتمع من خلال مفسدة. هذا لا يجوز أصلا. فهم حقوق، قد تكون لهم حقوق مشروعة قانونيا ومطالب شعبية يريدون الوصول لها بطرق غير مشروعة ومجرمة. هذا احنا الاختلاف وياهم. يعني أنا رجل أبوصل رسالة حق الأمير، أطلع في الشارع وأمام الناس وأكلم. يا أخي كتاب معين، كتاب في شيء اسمه المكاتبة، في شيء اسمه قنوات تقدر أنت توصل فكرتك بدون تطاول وبدون كما مذكورة بالقانون والدستور واضحة وصريحة. في وسائل مشروعة تقدر توصل. جميل. وفي قنوات مفتوحة، في صحف، في طرح راقي. جميل. ليش احنا الاستفزاز جميل. على اساس اني انا ابي احقق مصلحة، افسد العالم وافسد بوسيلة فاسدة.